ازيكم يا شباب. فيلم النهارده هو فيلم اولى ثانوي للراحل نور الشريف. ممكن تكون اول مره تسمع عن الفيلم ده لانه ما كانش بيتعرض كتير، ده اولا. ثانيا اخر مره شفته كان عندي 9 سنين على قناه نايل سينما، والفيلم لذيذ مش وحش. بتبدا احداث الفيلم باننا بنشوف عواطف بتجيب انتيكات لحمزه لانه بيحب الانتيكات، نشوف عواطف بتصحي حمزه وبترخم يقوم حادف الكوبايه في دماغها مجنون الافريقي. ثم نشوف الديلي روتين بتاع حمزه بيبدا بحلاقه ذقنه، ثم تلميع الانتيكات، ثم تفقد ارجاء الفيلا بتاعته، وهنا تظهر المفاجأة. عواطف! مين اللي فتح الأوضة؟ نشوفه بيزعل عواطف انها فتحت الأوضة وبيضربها، ونشوف من منظوره ان الدنيا ابيض واسود وتوريه انها مش معاها المفتاح اصلا. يروح لصاحبه علشان يبيع له انتيكات، يقول له ان في مزاد فهو يروح يشتري له التمثال او التماثيل دي. ونشوف حمزه في المزاد لبس المعلم رمضان كرسيين فرنساوي ب 20,000 جنيه. ما هو مش غريب عليك عبافوره ورعي. بعديها يخبط في ميرفت امين ويكسر الفازه اللي كانت شارياها. دفعت كام؟ يقول له الرقم، ويروح للمدير ويقول له يرجع لها فلوسها، ونفهم انها مضروبه. بعديها نشوف واحد جيل شفيق يعرف ان ده ابن اخته انه رفض يديله الفلوس. نشوف حمزه بعديها انه اداله فلوس مصاريف المدرسه. بعديها نقلب على المدرسه ونشوف ان هم بيتبادلوا مجلات علميه وثائقيه بينهم. نشوف ان اشرف اتقفش من المدرس واتمنع من دخول المدرسه. بعديها نشوفهم انهم اتفقوا يقولوا لحمزه ويروح معاه ويعمل ان ولي امره. بيشوف ان حمزه ضرب اشرف بالقلم علشان الموقف ده. بعديها خد اشرف كافيتيريا على النيل وعرف ان ابوه سايبه وبيبعت له فلوس. بنشوف ان ام اشرف عرفت انه جاب حمزه يعمل ان ابوه، قالت له يخلص ويسافر لابوه. بعدها بنشوف الشباب ان هم بيعملوا برشام علشان الامتحان. بعدها المراقب بيقفشهم ويطلعهم بره لجنه الامتحان. بعدها خرجوا وراحوا مع البنات. ونشوف سليم بيسال اشرف بيقول له امك فين؟ يقول له امي مسافره وهعمل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله. البيت لاشرف ونشوف ان اشرف عبيط والواد التاني مندمج سمه الطب على غفله، وتقوم طرداهم وتقعد تضرب اشرف وتبقى عايزه تبعته لابوه. بعدها نشوف حمزه بيظبط علشان هيروح ديت ويشوف الفازات اللي عندها علشان يرممها. ده بنشوف غالي وسليم بيسرقوا هاتهم علشان يجيبوا فلوس لاشرف علشان يساعدوه. يروحوا بالحاجات دي لحمزه علشان ايه؟ يشتريها منهم. في بقى قهوه كان بيعملها على النار لحقها قبل ما تفور، ونشوف العيال منبهره قد ايه انه خارق للطبيعه. حيوان روح ربنا ينتقم منك. ان حمزه اكتشف انها مسروقه بيقولوا لا، فضرب الواد سليم بالقلم. واشرف قال ان هم كانوا عايزين يساعدوه، يقول لهم خلاص انا هخليه يقعد عندي هنا في البيت، ويقول لهم انه هيشغلهم في النقاش. شوف سليم جاي بيقول لعواطف ده انت لما تتمعجني هتبقى عسل، وحمزه يقوم وقعه في البدروم. يجيب لهم كتاب كيف تتعلم النقاشه في 3 دقائق. بعدين ان هم بيتعلموا النقاشه وياسر شاف بنت راويه وقع من على السلم، يستاهل عيل مخرتق. بعديها هنشوفهم اخدوا اليوميه وعايزين يلعبوا كوتشينه على الفلوس. حمزه يقفشهم ويلعبهم على الفلوس ويكسب، ونشوف انه ضرب سليم في عينه علشان كان بيخم ومضلنا عليه 50 جنيه، يعني اجمالي 65 جنيه عشان كان شال 15 جنيه تمن الحاجات اللي هو وقعها. شوف اشرف ماسك صوره سلمى بنت راويه، وسليم شافه ومسك الصوره منه واتقطعت وبيضربوا بعض، وحمزه بيحوش بينهم وشاف الصوره وقال لهم بلاش شغل العيال ده، وبيدي اشرف نصايح انه ازاي يظبط معاه. ونشوفه هو بقى بيديله النصايح دي. نشوف غالي قام ساحب لهم واحده عاليه. نشوف سلمى بتبص لاشرف وبتضحك وتدخل المطبخ وتسمع حد دخل وراها وتفتكر انه اشرف بس يطلع سليم، ويبقى عايز يتحرش بيها. بس حمزه ينفخه ضرب ويطرده من بيته. ونشوف اشرف راح لسلمى وهي بترقص باليه وضحك ولعب عيال. ونشوف العبيط ده عايز يرقص باليه. غالي راح ان هو عشان يصلح الدنيا ويعتذر عن اللي حصل. بعديها نشوفهم خرجوا يروحوا ياكلوا لحمه راس وكوارع. ونشوف عيال حفلت على البت سلمى لما قالت ملزقه قوي، وسليم قام يتخانق معاهم. بعديها نشوف حمزه شاف حد من صحابه من ايام الثانوي ومش عارفين يتكلموا في ايه. بعديها نشوف ان هم عزموا راويه وسلمى عندهم في الفيلا وبينضفوا الدنيا، وتراك الموسيقى شغال. يا الله على حلاوته، يا الله على النوستالجيا اللي انا فيها دلوقتي. نشوف سلمى بتسلم عليهم كلهم وما بتسلمش على غالي. هروح العب شوف انها جابت هدايا ليهم. شوف غالي طلع يقيس الجزمه اللي هي جابتها له بس تعب واغمى عليه، راحوا بيه المستشفى. ونشوف حمزه بيفتكر ايام ما كان دكتور وكان سبب في موت طفله وانه اتحكم عليه بالسجن 3 سنين. بعديها بنعرف ان غالي مات. ونشوف حمزه قاعد ومكتئب واشرف كمان، ويروحوا لحمزه ويصلحوا معاه العربيه الخرده بتاعته. بعديها نشوف ان حمزه جاله جواب وافتكر لما مراته قالت له انها هتهاجر. بعديها بنشوف حمزه عايز يجدد الفيلا بتاعته علشان مراته راجعه ومعاها بنته. ونشوف حمزه راح لواحد علشان يستلف منه وقال له انه مش هينفع، ويقول له والصداقه والقرابه وصله الدم، وهو عمال يضحك وميت ضحك.
نشوف ان راوي عرفت انه كان متجوز ومخلف واتضايقت منه وسابته. بعديها نشوف ان اشرف وسليم جابوا عيال صحابهم يشتغلوا معاهم علشان يجددوا الفيلا. نشوف ان الفيلا بتتظبط والعربيه اتصلحت، وراح المطار علشان يشوف بنته. قابل بنته فعلا وجاي يحضنها وشافها يا دوبك دقيقتين حرفيا وسابته ومشي. نشوف حمزه قابل راويه بعديها والفيلم يخلص. وانصحك انك تشوف الفيلم، ما شفتوش قبل كده وانا متاكد انك ما شفتوش. الفيلم هيعجبك، هو مش وحش. في الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.